عليكم ورحمة الله. تحياتنا لكم جميعا. كتير من الناس المهتمة تشتري عربية كهرباء بيهمهم جدا الصيانة، يعني لو لا قدر الله حصل لهم حاجة احتاجوا دعم فني او صيانة هيعمل ايه؟ حكاية النهاردة بتقول لهم لا، مفيش داعي للقلق ده قوي، حتى ولو المشكلة كانت اكبر واهم حاجة في العربية، الا وهي بطاريات الليثيوم والموتور الكهربي. تعالوا نشوف ايه الحكاية ان شاء الله مع بعض بشكل عملي. اتفضل. النهارده هنحكي على تجربة من أهم التجارب اللي مرت علينا تقريبا على الإطلاق. عربية مهمة جدا، كهربائية طبعا بالكامل. الأهم من كده إنها عربية مش سهلة ولا بسيطة خالص. يعني الصانع الحقيقة شركة عريقة جدا بتهتم بتفاصيل كل حاجة في العربية، مغلقة على نفسها شويتين. لازم في صيانتها ترجع للشركة الأم أكيد، وتمشي على خطاها كمان في الفك والإصلاح والتركيب كمان. أكبر مشكلة تقريبا قابلتنا في عربية كهرباء لحد دلوقتي مرسيدس EQC الكهربائية بالكامل. العربية يعني بصراحة أقل ما يتقال عنها إنها تحفة فنية من إنتاج مرسيدس، يعني تحفة في كل حاجة، الشكل الخارجي، الداخلي، قوة الخامات، طبعا مفيش كلام، قوة الخامات، التسارع، الاستابيليتي على الطريق، الرفاهية بقى أقول لحد الصبح. عربية تقريبا بتعمل كل حاجة وبتسهل عليك كل حاجة وانت جوه العربية. يعني عربيات تقريبا من وجهة نظري يعني وخبرتي القليلة كلها في كفة، والكيان ده في كفة تانية خالص. ايه بقى الموضوع؟ هي المشكلة غريبة شوية الحقيقة. يعني الحكاية دي بدأت معانا لما العميل مالك أول عربية EQC كهربائية بالكامل منشأ أوروبي اتصل بينا الحقيقة، بياخد ميعاد عادي جدا لصيانة عربيته، بيشتكي منها من عطل في البطارية، والعربية فيها ايرور خاص ببطاريات الليثيوم، وبتطلب في فحص عاجل للبطارية الرئيسية اللي من خلال فحصنا ليها تبين أثر خبطة كبيرة بطول العربية بأسفل العربية، وكان رأينا انه غير متوقع انها تكون سبب المشكلة. ومن خلال التواصل في اكتر من دولة، ألمانيا، الصين، كان توجههم الحقيقة ناحية تغيير بطارية والموتور بالكامل نتيجة العطل والخلل بأنظمة العزل بالبطارية والموتور. طبعا عدم تشغيل العربية نهائيا ده كان توجيههم، مش كده وبس، البعد عن العربية فورا، عدم القرب منها، والتعامل معها من خلال مركز الخدمة. الحقيقة احنا كان قدامنا حلين، اولهم طريق سهل ان احنا نبعت نجيب البطارية والموتور، وكان هيبقى المجهود اقل والتكلفة اكبر طبعا. الحل التاني بقى كان هو الطريق الاصعب شوية، ان احنا بدأنا نتحمل مسؤولية علاج المشكلة ونقبل العربية ونحلها عن طريق الفحص ومتابعة تفاصيل كل المشاكل والعمل على حلها. في البداية تم رد اثار الخبطة اللي تحت الى وضعها الطبيعي اسفل الباتري باك، وعملنا فحص اكتر دقة على العربية، وكان اغلب الاعطال الحقيقه بتدور حوالين سقوط العزل الخاص بالهاي فولتج لبطاريات الليثيوم. يعني كمان في خلل كبير في بعض الجهود من 5 ل 12 فولت. قمنا الحقيقه بقرايه وتحليل الوايرنج دايجرام للعربيه وكل المخططات اللي تخص المشكله. قمنا بتتبع اماكن المشكلات، وبدانا بفك مخارج الشحن بعد وجود اثار كربون داخل المخارج، وما زالت المشكله لسه قائمه. دورنا في سجلات حدوث المشكله في دول كتير منها المانيا وامريكا والصين، وبالفعل اتضح حدوثها بعربيه قبل كده، وكانوا شايفين تغيير البطاريه والموتور لخطوره الموضوع للاولويه، رغم انهم شايفين انه امر بالغ التكلفه وغير مبرر في نفس الوقت. الحقيقه هو ده اللي اتقال فعلا. بالفعل احنا بدانا الشغل، فحصنا المكونات الكهربائيه بالكامل جزء جزء، تاكدنا من سلامتها. وبالمناسبه بنوجه الشكر للعميل وتقديرنا له
على تفهمه لأهمية الموضوع وترك المساحة والوقت للفريق اللي اشتغل انه يشتغل بدون ضغط او استعجال. بعدها اتجهنا طبعا نحو العزل الجزئي للمكونات المتصلة بالبطارية وتجربة وقياس كل جزء لوحده. بدأنا نفحص البطارية لوحدها وحل مشكلة سقوط العزل بداخل البطارية وفحص ومعالجة الBMS جزئيا وفصل البطاريات في القياس حتى وصلنا لأفضل نتيجة بعد الاختبار، وهو سقوط العزل الخاص بالمحرك الخلفي. تم فصل الموتور نهائيا وعمل الاختبارات اللازمة لحد ما تأكدنا ان العربية بتعمل بكامل كفاءتها بدون اعطال وبدون توصيل للموتور الخلفي. ومن هنا بدأنا بقى الشغل الحقيقي، وان احنا نقدر ننزل الموتور عشان نشوف ايه قصة الموتور ده ومشاكله ايه. الموتور الخلفي انفصل عن العربية تماما. بدأنا نفحصه جزء جزء. لقينا طبعا ان في سقوط في دايرة العزل بسبب تسرب الكولنت داخل ملفات الموتور اللي أتلف الملفات الداخلية بالكامل للموتور، وتلف جزئي بالانفرتر الخاص بالموتور في أجزاء كانت مهزوزة من داخل الانفرتر. الحقيقة مشاكل تقدر تقول ان الموتور بالكامل حالته 10%. من هنا بدأنا رحلة بقى الإصلاح كل أجزاء الموتور. عملية ريبيلدينج كاملة كانت هي بصراحة تحدي لينا احنا كمان، ومن غير ما ندخل في تفاصيل الفك اللي طبعا مش سهلة أكيد. مرسيدس برضو لازم تحط بصمتها وتقول يعني انها موجودة يعني، انما بفضل الله قدرنا نتعامل بمنتهى الاحترافية والالتزام بعوامل السلامة لكل الفريق اللي شغال. تم توفير قطع الغيار الداخلية للموتور الحمد لله في 4 أيام. بعض منها طبعا كان من الخارج وهو سلك الملفات، وبعض منها من مصر، وتم طبعا اختبارها قبل التركيب الحمد لله. وبعدها ركبنا الموتور وبدأنا فحص العربية اللي اختفى الحمد لله منها العطل نهائيا، وما كانش طبعا ده كان كفاية. بدأنا مرحلة تانية لمدة أسبوع تقريبا، وهي مرحلة اختبار العربية في ظروف مختلفة وسرعات مختلفة وطرق سواقة مختلفة. هننقل لكم تجربة قيادة إن شاء الله وأداء العربية في تجربة قريب بإذن الله. يعني طولنا عليكم، إن شاء الله تستنونا في حلقات جاية. تحياتي لكم جميعا من داخل مركز صيانة السيارة الكهربائية نيو إنرجي. سلام عليكم. New Energy, all the future.